طيب انا هشيل ضرسي عصب مرتين مؤقت وبيوجع وبضطر اشيل المؤقت ومش عارفه اعمل الدايم، حله ايه؟ رقم واحد الف سلامة على حضرتك. رقم اتنين يعني هو الموضوع ده حله ان ننظف قنوات العصب كويس. هو المفروض ان احنا لو هنعمل حشو العصب على كذا جلسة بننظف القنوات كويس، وساعات كتيرة بنحط فيها مادة كده مضادة للبكتيريا، وبعدين نحط حشو مؤقت ونسيبها كام يوم ونرجع تاني نكمل تنظيف ونبدأ نحشي. طيب بما ان الألم بيتكرر مع والحشو المؤقت موجود، ده معناه ان القنوات دي ما نضفتش كويس، فهو لازم الدكتور بعد كده يرجع ينظف القنوات دي كويس ويغسلها كويس ويعمل لها زي دورة تعقيم كده بمحاليل معقمة معينة عشان الموضوع يستقيم بعد كده. هي دي الفكرة ببساطة خالص. فهو الموضوع بس يعني واحدة واحدة كده مع دكتورك، وبإذن الله الدنيا تبقى زي الفل. ألف سلامة على حضرتك. أنا دكتور محمد نجيب زيادة، وده مركز مصر طب الأسنان. لو في أي أسئلة سيبها لي في الكومنتس ونجاوب عليها بإذن الله. سلام.